انت مش مهتم بالتاريخ والحضاره في الغالب مش هتبقى عارف ايه اللي هيحصل كمان 4 ايام بس. اكبر حدث على الارض، لا حرفيا اكبر حدث في القرن ال21. الفكره بدات من اكتر من 30 سنه، وفي سنه 2002 حطوا اول حجر اساس. 2005 بدأ التنفيذ الفعلي. تخيل معايا 500,000 متر مربع، يعني بلد صغيرة كده. أكبر متحف أثري في العالم لحضارة واحدة، الحضارة المصرية القديمة. أكتر من 10,000 إنسان من كل القارات اشتغلوا عليه، عمال مصريين، مهندسين من أيرلندا وبلجيكا، خبراء ترميم من اليابان وأوروبا، كلهم تحت راية واحدة يبنوا صرح يليق باسم مصر. أكتر من 100,000 قطعة أثرية، أنت متخيل الرقم؟ منهم كنوز الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة، 5000 قطعة لوحده، غير القاعات العملاقة، مركز الترميم، المكتبة، والمنطقة اللي بتطل على الأهرامات نفسها. حرفيا وأنا ماشي في المتحف كنت عامل كده. دلوقتي مصر، لا العالم كله بيستعد لأعظم افتتاح في التاريخ الحديث يوم 1 نوفمبر 2025. انت هتشوف عظمة هتحكيها لعيالك وأحفادك بعدين. بجد أنا محظوظ وفخور إني مصري، وفخور إني بحضر الحدث ده وبكون جزء منه. الدعوات راحت لملوك ورؤساء وقادة العالم، وده شكل الدعوة. مبهرة. سيمفونية مصرية عالمية، 121 عازف مصري و79 موسيقي عالمي. سولوهات هتعيش 50 سنة قدام يا برو، لأن اللي هيحصل مش مجرد افتتاح، ده احتفاء بحضارة بقالها آلاف السنين ولسه بنكتشف فيها. المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025. مصر مش بتفتتح متحف، مصر بتفتتح عصر جديد من تاريخ الإنسانية. أنا عايز الفيديو ده يلف العالم كله، يعني لايك وشير وودي.